مساء الفل، عاملين ايه؟ انا بجد سعيد، ماركتنج مانجر بقالي فتره طويله قوي. وجاي اقول لك النهارده ان انت لو مبيعاتك وقعت واول حاجه فكرت فيها ان انت تعمل ديسكاونت 20% او 30%، معلم انت بتخسر. وخليني اقول لك فكره صغيره. اول حاجه، انت لو هامش الربح بتاعك هو مثلا اراوند 30% 40% وقررت تعمل 20% ديسكاونت، انت فاهم ان انت هتجيب مبيعات اسرع، بس عشان تزود حجم مبيعاتك الحقيقي بتتكلم انك محتاج تزود ثمن البرودكت اراوند من 150 ل 200%. فكر فيها كده، احسبها وقول لي. يعني محتاج تكتر يا اما 3 اضعاف حجم مبيعاتك، يا اما تكتر سعر البرودكت اراوند 150 ل 200%. فتعالوا نتكلم كده سريعا. اول حاجه ممكن تعملها ان انت تنزل اسعارك. فانت مش بتجيب عملاء للبراند، انت بتجيب نوع عملاء اسمه برايس شوبر. برايس شوبر ده ماركتنج بيقول او الاستاتستكس بتقول ان 70% من الناس دي لو اشتروا منك وانت عامل ديسكاونت هم مش هيشتروا منك تاني. ليه؟ لان هم ما اشتروش منك اولاني. لكن لو انا اوريدي اشتريت منك مره، بعد كده عملت انت ديسكاونت واشتريت منك، ممكن اشتري منك تاني، ما عنديش مشكله معاك. فكره ان العميل ده ولاؤه مش ليك ولا لجوده منتجك ولا لاي حاجه انت بتقدمها اصلا. هو ولاؤه لل 100 جنيه اللي انت بتعملها ديسكاونت، 100 200 300 جنيه. فلو جارك او الكومبيتيتور بتاعك عمل 10 جنيه ديسكاونت زياده عنك، هو هيروح له مش هيروح لك انت. وكده انت ما بتبنيش بيزنس، كده انت داخل حرب على مين يوصل للصفر الاول، واللي هيوصل الاول هيكسب وهيخسر. المشكله التانيه ان انت بتدمر قيمه البراند بتاعك. يعني عالي المستهلك بيبص بيقول لك، يعني انا كل ما ادخل الاقي فيه 50% ديسكاونت وباي 1 جيت 1. بص، في الحالتين باي 1 جيت 1 بتبقى اوحش، لان انا بحس ان انت عندك ستوك كتير قوي يا اما انت سعرك الاساسي كان نصب وانت بقى ايه بتستغفلني. يعني المنتج ده ما بيتباعش وانت عايز تخلص منه وانت عندك كتير منه في المخزن، يا معلم صباح الفل. بس بص على البراندات التقيله البريميوم. عمرك شفت مثلا رولكس او ابل عاملين 50% اوف او عاملين باي 1 جيت 1؟ لا. اه، هتقول لي ان انت شفت، انا عارف، بس انت عمرك ما شفت رولكس مبدئيا. شفت ابل، ومش ابل اللي عاملين كده، هم البراندات التانية هم اللي عاملين كده، وهم بيكونوا عوضوا ده من حاجه تانية خالص. مش هينفع اقول لك السر بتاعهم. بس انت لما بترخص سعرك بترخص اسم شركتك. طب المبيعات وقع بجد والسيوله قلت، اعمل ايه بقى يا معلم؟ بقى انت تعبتني معاك، هقول لك تعمل ايه. الاجابه الاستراتيجيه اللي بقولها دايما هي ايه؟ add value but do not drop price. يعني ايه؟ يعني اعمل فاليو ستاكينج. يعني ايه؟ يعني بدل ما تبيع المنتج بتاعك ب 1000 جنيه، المنتج بتاعك قصدي ب 1000 جنيه، بدل ما تنزله ان هو يبقى ب 700 جنيه، اد عليه فاليو ب 300 جنيه. فبدل ما تبيعه ب 1300 تبيعه ب 1000 جنيه زي ما هو، بس انت زودت عليه فاليو ب 300. بس اكشوال كاش زودت عليه كام؟ ممكن تكون 50 جنيه، 100 جنيه اخرها. طب يعني زي ايه؟ زي مثلا ان انا ممكن اعمل توصيل مجاني، ممكن اعمل ضمان اطول، ممكن اعمل فري تراي. خد البرودكت جربه، ما عجبكش رجعه. ممكن اعمل استشاره، ممكن اعمل سبلمنتري برودكت، ممكن اعمل حاجات كتيره قوي. دايما تحسس العميل ان هو خد زياده، لكن دفع نفس السعر اللي كان هيدفعه. مش خد الحاجه اللي هو طالبها ودفع اقل. هنا انت خسرت 50 100 جنيه 200 جنيه، لكن هو حس ان هو كسب 300 جنيه، لكن هو ادالك ثمن البرودكت اللي انت عايزه وانت ما نزلتش من ثمنه. ففي السنين اللي اشتغلتهم شفت شركات عملاقه قفلت لمجرد ان هي اعتمدت على الاوفرز. الاوفر يعني هو انا فاتح اعمل اوفر، دي الاستراتيجي يا جماعه، احنا هنفتح الشركه ويلا نعمل اوفر. بس الماركتنج الحقيقي هو انك تخلي العميل يدفع اكتر وهو مبسوط، مش ان انت تشحت منه البيع بخصم. فاسالك انت السؤال ده، هل جربت قبل كده تعمل خصومات واكتشفت ان انت جبت زحمه على الفاضي من غير مكسب حقيقي؟ قول لي التجربه بتاعتك، كلمني، اكتب لي في الكومنتس. وبعد اذنك اعمل شير للفيديو، اعمل سبسكرايب لليوتيوب شانل، ومستنيكم في الفيديوهات اللي جايه. بس بجد انا عايز اعرف، هل عملت قبل كده اوفر وحسيت ان انت عملت فيك ترافيك؟ يعني السي بي ال حلو، امبريشنز حلوه، الريتش حلو جدا، كومنتات كتيره جدا ومسجز مرعبه، بس في الاخر لما تيجي تبص على الفلوس، قول لي رايك.